ودي بقى رابع حلقة من سلسلة حلقات حلاوة المولد. النهاردة هنعمل مع بعض الحمصية بطريقة سهلة جدا وبقرمشة وهشاشة زي بتاعة المحلات بالظبط. ولو لسه ما تابعتيش باقي سلسلة حلاوة المولد اعملي متابعة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نصلي على النبي ونشوف عملنا ايه مع بعض. في طاسة على النار هنزل بربع كيلو من الحمص، هبدأ ان انا احمصه على نار هادية جدا. وفي نفس الوقت في طاسة على النار هنزل بنص كوباية من السكر وربع كوباية من المية، هنزل عليها بمعلقة كبيرة من عسل الكلوكوز واديهم تقليبة بسيطة، بس ان انا اخلي العسل كده يفك معايا، مش هطول في التقليب عشان الخليط ما يسكرش معايا. على نار متوسطة هسيب الخليط بتاعي يغلي حوالي 5 دقايق، وبعد كده اخد كده شوية من الخليط واحطه في مية. ولو لقيت العسل جمد معايا وبدأ يتكسر بالشكل ده يبقى كده الخليط بتاعي مظبوط، وابدأ ان انا احط الحمص عليه. لو لقيته سايل وما بيجمدش ويتكسر هسيب الخليط كمان دقيقتين، يعني هياخد معايا الخليط من 5 دقايق ل7 دقايق. انا هنا الخليط بتاعي كان جمد واتكسر، يبقى هو ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. هبدأ احط نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وبعد كده هلاقي الخليط عمل فوران بالشكل ده، هنزل عليه بالحمص على طول. لازم الحمص يبقى سخن والخليط بتاعي يبقى سخن. هديله تقليبة كده لحد ما يشرب الخليط، وبعد كده على مفرش سيليكون او على الرخامة السطح اللي انت هتشتغلي عليه هتبدأي ان انت تدهنيه شوية زيت بالشكل ده، وبعد كده هتنزلي بالحمص عليه. خلي بالك الحمص هيبقى سخن جدا، فخلي بالك وانت بتوزعيه، وفي نفس الوقت خلي ايدك سريعة علشان لو نشف مش هتعرفي توزعيه كويس. بدأت بقى ان انا اضغط عليه بالشكل ده علشان اساوي السطح بتاعه، وابدأ ان انا اسويه على قد ما اقدر زي ما انتوا شايفين. لو مش هتقدري تمسكيه بايدك ممكن تستخدمي اي حاجة تساعدك، معلقة سباتولا او بالمفرش السيليكون زي ما انا عملت كده. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اقطعه، ولازم ان انا اقطع الحمصية وهي سخنة علشان لو نشفت منك مش هتعرفي ان انت تقطعيها. استخدمي كمان سكينة حامية عشان التقطيع معاكي يبقى سهل، وقطعي الحمصية بالحجم اللي انت بتفضليه. وبكده نكون خلصنا الحمصية بتاعتنا، وبجد مفيش اسهل من كده. قوامها مظبوط ومقرمشة وهشة وخفيفة جدا وانت بتاكليها. قولولي بقى في الكومنتات ايه اكتر نوع من حلاوة المولد بتحبوه، وايه اللي حابين نعمله مع بعض الحلقة الجاية. وما تنسيش تعملي متابعة عشان لسه مكملين باقي سلسلة حلاوة المولد بوصفات سهلة ومضمونة. أشوفكم في الحلقة الجاية، وكل سنة وانتم طيبين. كان معاكم إسراء، سلام.